بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم حبايب قلبي في فيديو جديد وعزومة جديدة على قناة ايمي بدر. ان شاء الله نقدم مع بعض البط بالبرتقال، دبابيس الفراخ، وكمان سندوتشات شاورما فراخ وفتة، وكمان جلاش. بس طبعا انا ما جبتش الطرق كلها، بس ان شاء الله نتابع عزومة حلوة ولذيذة كده ان شاء الله، وجباتها كلها سهلة وبسيطة في نفس الوقت تفتح النفس. بدأت أجهز قبلها بيوم. طبعا معايا كيلو من الفراخ الفيليه غسله كويس جدا، قطعته شاورما، وهنا التوابل الجميلة بتاعتنا دي كلها، ونص كوباية صغيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الثوم، وكمان كوباية من الزبادي. بس أنا طبعا ما كانش عندي زبادي ساعتها، فجبتها تاني يوم وحطيتها عليها، وبعد كده دخلتها التلاجة تاني لغاية ميعاد التجهيز. بس هنا ضفت الاضافات بتاعتي كلها، ودي كمان معلقة الثوم. بقلب كويس جدا، وهبدأ ان انا اغطيها واحطها في التلاجة على الرف لغاية تاني يوم. بس هنا بقى البط بتاعنا طبعا برضو غسلته كويس جدا ونقعته قبلها في مية وملح وسكر. وبدأت ان انا اوسع ما بين الجلد كده بتاع البطة. بس ابدأ بقى ان انا بتبله بايه. معايا 2 برتقانة كبيرة، وكمان بصلتين كبار حلوين، ومعلقتين كبار من الثوم، وليمونتين. هنا بقى التوابل معايا 7 بهارات: بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل، ملح، قرفة اعواد، وقرفة باودر عشان بس الاعواد عندي ما كانتش كتير، وصويا صوص، ودبس رمان، وخل. هبدأ هنا بقى. طبعا اختي حبيبتي بقى جت، انا جهزت، هي جت ايه على الشغل. بدأت تضيف بقى كل المكونات دي كلها على بعضها. تبدأ كمان تعصر معانا البرتقال، تعصر الليمون، هنضيف دبس الرمان والصويا صوص والخل. طبعا دبس الرمان بس كانوا حبة صغيرين، فممكن ان احنا نحط معلقتين 3 كده كبار حلوين، وكمان من الصويا صوص برضو نفس الحكاية. هنا خل بقى خلاص، وعصير طماطماية مبشورة، طماطميتين يعني دام كل بطاية ليها طماطمية، وحبة زيت. بس هنا بقى كده بدأت ان هي تحط البطاية عندنا في حلة. بدأت بقى تحط من بين الجلد كده الخلطة الجميلة بتاعتنا دي، علشان بس المواد دي تتدخل في اللحم بتاع البطة، تتبل معانا ويبقى طعمها جميل ان شاء الله. احنا مش هنعملها شوربة، احنا هنعملها كده، هنشويها، هنسويها في الحلة الاول، وبعد كده نبدأ ان احنا ندخلها الفرن. طبعا مش عايزين احنا شوربة بط كده، فنعملها كده على طول. بصوا، هي المفروض برضو تبات في التتبيلة، لكن احنا علشان ما كان الوقت برضو مش مساعدنا قوي، فالتتبيلة دي كانت الصبح كده قبلها بساعتين 3، وبعد كده بدأنا ان احنا نسويها. بس هنا بتدخل كل الخلطة جوه البطاية وما بين الجلد، لازم عشان بس تدينا تطعيمة حلوة. اللحم البطة بيبقى تقيل شوية، مع التتبيلة دي والتطعيمة دي بيديله طعم جميل قوي. بس خلاص كده خلصت. هنبدأ بقى ان احنا برضو ندخلها التلاجة. طبعا حطت جوه الرقبة، جوه الجلد بتاع الرقبة كله بقى. بس خلاص اتأكدنا تماما ان كل حتة في البطاية اخدت من التتبيلة اللي احنا عملناها. بس هبدأ بقى ان انا اغطيها واحطها في التلاجة لمدة ساعتين كده ان شاء الله، وابدأ ان انا اطلعها بقى، احطها على النار عندي كده، النار عادية خالص، مش هوطي ولا حاجة، النار عالية في الاول، لغاية اما بتاخد معايا غلوة كده في الاول، وبعد كده ابدأ ان انا اهدي النار. وطبعا كل شوية بشوف المية بتاعتها، لو محتاجة مية بزود مية سخنة من الكتل. بس بعد كده بقى ببدأ ان انا كل فترة اقلب البطة على كل الاتجاهات كده، علشان اتأكد انها استوت من كل النواحي. وبعد كده بقى هبدأ ان انا بعد ما اتأكد انها استوت، ابدا ان انا احطها في صينيه وادخلها على الفرن. وطبعا بدهنها الدهان بتاعنا اللي هو خلطه ايه بقى، العصير طماطم، زعتر، ومعلقه عسل ابيض، وشويه من الزيت، بدهنها وادخلها الفرن.
هنا بقى اختي حبيبتي جيجي بدأت تسوي الشاورما. طبعا قطعت طرنشات من البصل وولعت على الشاورما بتاعتنا، وطبعا قبلها كانت حطت كوبايه الزبادي وسابتها في التلاجة كمان ساعه. هبدأ بقى من هنا ان انا اجري معاكم الخطوات كلها علشان اكمل اقفل الفيديو بسرعه. هنا دبابيس الفراخ في الفرن، طبعا سلقناها علشان ناخد منها شوربه نعمل بيها الفته الجميله دي. اختي بقى هند وقفت ان هي حمرت العيش في الزبدة الأول وفلفلت الرز زي ما احنا شايفين كده أجمل رز، وكمان بدأت إن هي بقى تعمل الطشة بالخل والثوم من غير صلصة. هنا بقى ريهام حبيبتي واقفة بتعمل السندوتشات الشاورما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم قناة امي بد. ريري بس كانت بتتريق عليا يعني وبتقلدني في التقديم، فقلت لها خلاص اوكي انا هنزلها لك كده بالمنظر ده. بس هنا بقى هند خلصت الفتة، بدأت ترش عليها فلفل كده بقى، مرضيش تعمل صلصة ولا الكلام ده عشان متبقاش تقيلة برضو. هنا الدبابيس خلصت معايا. هنا حاولت ان انا اقلب البطة علشان احمرها من الناحية التانية، بس قلت والله خلاص لا هخليها على الوش المتحمر وهنخرجها كده بشكل جميل، وما لحقتش كمان ان انا اجرنشها. بس هنا خلصنا الفتة اهي، وبدأنا ان احنا نقدم الاصناف بتاعتنا. الدبابيس دلوقتي هحطها، لكن الجلاش خرج بره بقى. كان صينيتين جلاش بالتونه، يعني مرضناش نعمل باللحمه بقى، قلنا برضو تغيير بالتونه والموتزاريلا كده والفلفل والزيتون. بس ما صورتش طبعا الجلاش، ما صورتش الدبابيس وهي بتتعمل. بس هنا خرجنا بقى على الترابيزه بره، لكن للاسف للاضاءه التصوير ما كانش مظبوط. استعنت بكشاف حد يعني تاني، فالكشافين مع بعض عملوا الإضاءة السيئة دي. حاولت ان انا اظبط بالفلتر، لكن للأسف فشلت. هنا بقى اجمل تورته لعيد ميلاد اخويا حبيب قلبي الكبير. بس صينيه بسبوسه من ايديا بقى، اجمل صينيه بسبوسه، لكن التورته جبناها. كمان صينيه كنافه من ايد ريري، كنافه بالكريمه. بس بكده عملنا اجمل احتفال وكان اجمل يوم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اتمنى لو اول مره حضرتك تتابعي قناتي يا ريت تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.